الاخوان بتبرأ نفسها بحجة ان الدول اجنبية صنفتهم جماعات ارهابية، فيبقوا كده هم على الحق المبين. الاخوان اللي متصنفين من دول عربية قبل ما يتصنفوا من دول اجنبية اصلا عندهم قدرة خارقة على تحويل الحق باطل والباطل حق، لكن مش هيقولوا لك انهم عبارة عن كروت واتحرقت ولعبوا بيها ورموها. الدليل على كلامي ان الاخوان ماسكين حكم في دول زي تركيا وسوريا، وبيتصنفوا وبيتشالوا على حسب المصلحة. عملتوا مصلحة هتتشالوا زي ما حصل في سوريا بالحرب، فشلتوا هتترموا في الزبالة بكل بساطة، لانكم عبارة عن جماعة وظيفية مش اكتر، بتشتغلوا للي يدفع اكتر. والكيان اللي هو بيمشي ورا كلام امه بالحرف ما صنفكوش لحد دلوقتي لانه محتاجكم وشغالين معاه لحد دلوقتي وبتخدموا مصالحه، ولما تفشلوا هتفشلوا هيصنفكوا برضه. لا، ومن البجاحة معترضين وزعلانين ازاي يحصل معاهم كده. لكن كانت اوروبا وامريكا حلوين جدا لما كانوا بيقفوا في رابعة بيطالبوا ان هم يتدخلوا عسكريا في مصر، كانوا حلوين جدا لما كانوا بيروحوا الكونجرس ولابسين جرافطات عليها علم الدولة اللي هم فيها، كانوا جوه الكونجرس بيطالبوا انه يتحط عقوبات على مصر اللي هي بلدهم. ما هو اللي بيحصل فيكم ده مش من قليل، ده حق مصر واهلها وحق كل دولة دخلتوها واللي عملتوه فيهم. وزي ما قال الرئيس السيسي العظيم كله هيتحاسب.